الحضور، احتجاج بعدم الحضور إلى المركب بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشها الفريق الذي كان يريد تأجيل المقابلة، لكن حتى الأمس ليلا خرج قرار عدم تأجيل هذه المواجهة، وبالتالي ستجرى هذه المقابلة بعناصر فريق الوداد المعروفة ما عدا غيابات كالخليقي والعمراني المياغري المصاب بالكحل، المصاب بسبب ما عاشه من أحداث في ملعب النادي، وكذلك بالرابح بسبب 4 بطائق لجمعها في مباريات الدوري المغربي. إذن جماهير قليلة تحضر، الوينرز غائبة وبدورها تحتج على الأحداث الأخيرة التي عاشها اللاعبون والمدرب كذلك مصطفى شهيد الملقب بالشريف في أحداث لا تمت لكرة القدم وللرياضة بصلة، ويجب أن تستأصل بما في الكلمة من معنى من الكرة المغربية. وإذا هكذا هي الأجواء التي توصلنا من طرف الوداد بأن اللاعبين اجتمعوا حتى اليوم على الساعة الثالثة زوالا بالفندق على أساس أن المقابلة ستجرى. ورافق فريق الوداد الأول رافقوا عناصر الأمل على أساس أن كان هناك إمكانية اشتراك بعض اللاعبين، إن كان هناك رفض لبعض اللاعبين بسبب النفسية اللي كيعيشوها إلى رفضوا أنهم يدخلوا المقابلة، وبالتالي فريق الوداد حضر لهذه المواجهة بجميع الأسماء.